كانت ثنائية أنجولية من ذهب. أهداف كتير ساهم فيها جilberto وفلافيو مع الأهلي، وكانوا الثنائية الأبرز في تاريخ النادي. جilberto بيصنع عرضية بالمسطرة، وفلافيو بيسجل من رأسية عالمية، وده كان العادي في كل الماتشات وأهم البطولات، زي مثلا هدف التأهل لنهائي أفريقيا قدام أنيمبا النيجيري في استاد القاهرة، وكمان هدف خطير في الزمالك بدور المجموعات بدوري الأبطال في 2008، ودي كانت المباراة اللي حسم فيها الأهلي التأهل لقبل النهائي، وده غير مساهمتهم في الهدفين قدام الصفاقسي في السوبر الأفريقي 2009، ودي المباراة اللي كسبها الأهلي 2-1. واللي اكيد مش هننساه هو هدف حسم الدوري قدام الاسماعيلي في المباراه الفاصله 2009. فلافيو هو الهداف التاريخي لاجانب الاهلي ب 58 هدف، وده غير 21 اسيست في 160 مباراه توج خلالهم ب 16 بطوله بجانب برونزيه كاس العالم، وده غير انه كان هداف دوري 2007 ب 17 هدف. اما بقى جilberto فكان الظهير الذهبي اللي حقق مع الاهلي 21 بطوله بخلاف برونزيه كاس العالم، وفضل لسنين هو الظهير الافضل في القاره عشان تخطف